وبكده خلصنا كل البسلة اهي. بصوا بقى بدون اي افتكاسات وبدون اي حاجة. انا بعتمد الطريقة دي من زمان جدا. كانت ماما الله يرحمها ويغفر لها يا رب هي اللي كانت معلمها لنا على طول اهي. لا بتحط لها بقى اضافات ولا اي حاجة اهي. كانت طريقتي النهاردة في تخزين البسلة، ويا ريت نشير الفيديو دوت لاكبر عدد ممكن علشان تنول الاجر والثواب. وما تنسينيش في المتابعه واللايك والشير والاشتراك في القناه، وكمان تشتركي في صفحتي المتواضعه على الفيسبوك. بحبكم في الله. تكات وصفات دندونه. يلا بينا نشوف نخزن البسله ازاي من السنه للسنه. يلا بينا على الطريق. باي باي، اشوفكم فيديو جديد. باي باي. مساء الخير متابعيني الكرام، يا رب تكونوا في احسن حال واتم صحه. يلا بينا مع بعض نخزن البسله بدون اي افتكاسات. هي طريقه واحده اللي انا بعتمدها، وان شاء الله هتقعد معاكي من السنه للسنه زي ما انت ما هتخزنيها، زي ما هتلاقيها ان شاء الله فريش. كل اللي احنا عايزينه هتجيبي الكميه اللي انت حباها، وبعدين هتروحي غسلاها كويس جدا جدا جدا. لازم تبقى نظيفه جدا جدا جدا. بصوا عندنا بقى ميه بتغلي، مش هنحط فيها اي حاجه خالص. كل اللي انا هعمله ان انا هسقط البسله بتاعتي كلها اهي اهي ما شاء الله كلها مره واحده كده. اروح مدياها تقليبه اوكي. بصوا لو تلاحظوا ان هي ابتدت اللون الخضار بتاعها ابتدى اهو يظهر قوي كده، وهنسيبها لما الميه تبتدي تغلي هنشيلها واحطها في المصفى. بصوا حبايبي اهي ابتدت تغلي معايا اهي. اروح مديها برضو تقليبه كده وخلاص. على كده هنطفي بقى البوتاجاز. في اوبشنين. اول اوبشن ان انا هروح واخداها كده، ابتدي اصفيها كده، وعندي طبعا ميه فيها تلج او ميه ساقعه جدا اهو. يا اما اخد الحله كلها وتحت الحنفيه واروح مصفياها، وبعدين ابتدي احط عليها الميه اللي هي الجاريه اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. هخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي بقى الصدمه اللي احنا اديناها للبسله. بصوا لان هي طبعا كانت مطلعينها من الميه السخنه، فلازم نعملها كده علشان خاطر نوقف عمليه السوى. بصوا بقى، بصوا الخضار والحلاوه والجمال اهو. دي ما شاء الله هتقعد معاكي من السنه للسنه اكنك لسه جايباها حالا اهي. بصوا اهي، لا بدون بقى مواد حافظه ولا اي حاجه. اعملوها بالطريقه ديت اهي. انا مستنيه بس ان هي ايه يعني تصفي الميه بتاعتها واعبيها واوريها لكم. حبايبي خلاص عبيناها اهو. بس لازم بقى طبعا لما نيجي نحطها في الكيس لازم نطلع منها كل الهواء علشان خاطر ما يبقاش فيها تلج اهي بالمنظر ده كده. وتروحي عاملاها كده اهو، وكده بقت جاهزه معانا ان احنا نرصها في قلب الفريزر بتاعنا اهي. ادي الكميه اللي احنا عملناها اهي. وبكده خلصنا كل البسله اهي. بصوا بقى بدون اي افتكاسات وبدون اي حاجه. انا بعتمد الطريقه دي من زمان جدا. كانت ماما الله يرحمها ويغفر لها يا رب هي اللي كانت معلمها لنا على طول اهي. لا بتحط لها بقى اضافات ولا اي حاجه اهي. كانت طريقتي النهارده في تخزين البسله، ويا ريت نشير الفيديو دوت لاكبر عدد ممكن علشان تنول الاجر والثواب. وما تنسينيش في المتابعه واللايك والشير والاشتراك في القناه، وكمان تشتركي في صفحتي المتواضعه على الفيسبوك. بحبكم في الله. تكات وصفات دندونه. يلا بينا نشوف نخزن البسله ازاي من السنه للسنه. يلا بينا على الطريق. باي باي، اشوفكم فيديو جديد. باي باي.